سرقة العجل انتشر في الفترة الأخيرة. كل يوم والتاني نسمع عن سرقة عجلة من جوه المنازل. الفيديو اللي معانا النهاردة بيوضح ازاي بيتم سرقة العجل. هنا في شاب جاي، ده أحد الميادين في إحدى القرى. الشاب ده جاي رايح جاي ومش عارف هو رايح فين. فجأة وقف وقام راجع تاني مرة واحدة كده. طيب الشباب ده بيأمن على عجلة راكنة قدام البيوت، وبياخد العجلة ويمشي يركبها ويمشي. زي ما احنا شايفين هو رايح في الاتجاه ده. الشارع اللي جاي على يمينه ده فيه عجلة راكنة قدام محل خياط. بص على العجلة، دخل الشارع. كان في ناس في الشارع نفسه. لقى واحدة ست، عمل ان هو طالع من الشارع مرة تانية لغاية ما الست دي تطلع. هو جوه الشارع دلوقتي اهو، طالع اهو من الشارع لغاية ما الست اللي طالعة من الشارع دي تطلع. هو دلوقتي مش عارف يروح فين، هو دلوقتي بيخطط لسرقة العجلة. دي كانت بنت طالعة، هو دخل الشارع بعد البنت دي. طبعا هو متوتر وعايز يسرق العجلة. بأسهل سهولة سرقة العجل ده يا جماعة، محدش بيقفل عجلته، والنهاردة العجل بيتسرق بأبسط سهولة. دخل الشارع، قعد شويتين جوه، قام جاي راكب العجلة وطالع بكل سهولة. ودي مش أول مرة الواد ده تخصص عجل. ليه بقى؟ المكان ده يعني مكان كنا في شهر رمضان. طبعا الست اللي طالعه دي هو شاف الست فقام جاي طالع وداخل الشارع تاني، فكده تحس ان الشخص ده مش مظبوط. دخل على العجلة مرة واحدة وقام جاي راكبها، وشوية وهتلاقوه طالع بالعجلة ولا في دماغه أي حاجة. سرقة العجل من أبسط السرقات اللي ممكن نشوفها. يعني هو دلوقتي جوه بيحاول يسرق العجلة، هو ما تعبش فيها. بص لقى عجلة معلش صاحبها مش قافلها، راكنها قدام البيت ولا قدام المحل بتاعه، قام جاي راكبها وطالع ببساطة اهو. زي ما شايفين طالع وراكب العجلة. كان هيخش يمين، بص لا قال لك ان انا اخش الناحية التانية. ودي مش اول مرة عجلة تتسرق. العجل يا جماعة النهاردة بيتاخد من جوه البيوت، بيفتح البوابة ويخش. يعني بيفتح البوابة وبيخش يسرق العجلة من جوه مدخل بيتك. فهنا كارثة، ما كانش فيه كاميرا مراقبة. حضرتك بقى تنزل تبص على العجلة ما تلاقيش العجلة، تقعد تسأل بقى والعجلة راحت فين، ما تلاقيش العجلة. فاحنا كده بننبه على اصحاب العجل ان العجلة النهاردة بحوالي 2500 وب 3000 جنيه. سيادتك تسيب عجلة الحرامي يسرقها هيبيعها ب 200 جنيه و 100 جنيه عشان خاطر شمة، عشان خاطر حقنة، عشان خاطر سرنجة، عشان خاطر يشرب مخدرات. الشباب ده مش لاقي اي حاجة. من المنظر كده يا جماعة واضح ان الشباب ده مفيش شغل، شباب عاطل رايح جاي كده بدور على اي حاجة. هي سبوبة وبدور عليه، عايز يسرق اي حاجة. الفيديو التاني اللي معانا النهاردة فيديو سرقة عجلة، نفس العجلة. يعني اشمعنى العجل؟ هو اكتر حاجة بتسرق هو العجل والموتوسيكلات. طيب لكن الفيديو اللي معانا بقى ده غريب شوية، سرقت العجلة من جوه مدخل احد البيوت. هنشوف الفيديو مع بعض. ده الفيديو ده الكاميرا دي معلش كانت مزغللة. الشاب اللي جاي ده يكاد يكون يعني نفس مواصفات الشاب الاولاني اللي احنا شايفينه ده، اللي عليه دايرة ده. معدي بص اهو رايح، عمال يبص، هو بيدور على اي حاجة. بص يا جماعة هنعرف من هنا، هو بص لمح حاجة في الشارع مرة واحدة كده، فدماغه دلوقتي بيفكر، قام جاي لافف وراجع وداخل الشارع. من هنا نعرف ان الشاب ده مش مظبوط. دخل الشارع ده، طبعا دي حواري وشوارع موصلة لبعضها. دخل الشارع وقام جاي طالع، لقى بوابة بيت مفتوحة، بص في البوابة، بص لقى عجلة، عمل انه بهرش في رجله كده وطالع. الغريب ان هو مفيش لحظات وقام جاي طلع من الشارع اهو. برضه يا جماعة هياخد قرار ان هو يلف ويرجع مرة واحدة اهو. رجع تاني. هنا يا جماعة ده حرامي، مفيش كلام، ده حرامي. رجع تاني
طبعا دماغه بتود وتجيب. هو هنا في مرحلة التأمين، بيأمن يشوف حد رايح ولا حد جاي. دخل على العجلة، دخل في الشارع اهو، بص في مدخل البيت، بص لقى العجلة وبره موتوسيكل. لو هو تخصص موتوسيكلات كان حاول يسرق الموتوسيكل اللي قدام البوابة دي. لكن الشاب ده بيستسهل موضوع العجلة ده، ان العجلة محدش بيقفل العجل، وطبعا الناس يعني ما بتصدقش ان في حرامية عجل، وان ممكن العجلة تتسرق من مدخل البيت، فطبعا ده شيء مستحيل وامر يعني مستبعد شوية. في ثواني قام جاي راجع، لكن المرة دي بقى هو جاي داخل يسرق العجلة. بصوا يا جماعة، دخل على البوابة، مفيش كلام، مفيش ولا احم ولا دستور. دخل مدخل البيت، قام جاي راكب العجلة وطالع سايقها ببساطة، بكل بساطة. بطلع العجلة اهو بكل بساطة يا جماعة. العجلة دي النهاردة ب2500 وب3000 جنيه، وراكب العجلة مفتوحة من غير قفل من غير اي حاجة، وقام جاي واخد العجلة وماشي. سيادتك تطلع بقى كده، العجلة راحت فين؟ محدش عارف. ايه تدور بقى على العجلة كانت هنا، كنت حاططها قدام البيت، ما فيش الكلام ده. العجلة فص ملح وداب. الفيديوهات دي يا جماعة احنا بنعرض لحضراتكم الفيديوهات دي ليه؟ لو عندك عجلة اوعى تسيبها من غير قفل. النهارده في واير، في جنزير، في كليبسات كده وحاجات قفايز ممكن تقفلها، ويعني مش معنى ان هي جوه مدخل بيتك ان الحرامي مش هيدخل يسرقك. لا، الحرامي النهارده بيسرق من قلب بيتك. بص، لو لقى الموتوسيكل هيحرق قلبك عليه وبياخد الموتوسيكل. النهارده هم كانوا بيستبسطوا سرقة العجل. ليه بقى؟ العجلة دي بياخدها بيروح يبيعها، ملهاش معالم، مش مرخصة، مفيش نمر، مفيش الكلام ده كله يعني. ولو عملت محضر او بلاغ فطبعا يعني امر مستبعد شوية ان يتم التعرف على العجلة دون ملايين يعني العجل الموجودين. قلنا ان الحرامي مش ممكن يكون من القرية او من المدينة اللي حضرتك ساكن فيها، ممكن يكون من محافظة تانية وجاي يسرق من محافظة تانية خالص. هياخد العجلة هنا بقى كده، هيبيع العجلة ب500 ب200 ب300، وطبعا كل يوم زي ما انتم شايفين. النهارده شفنا حلقتين عن عجلتين وتمت السرقة، يعني مفيش دقايق كان كل واحد سارق العجلة وماشي. وطبعا يعني احنا يعني هو مجرد شك ان ممكن يكونوا الاتنين، طبعا الفيديوهين دول في قرية واحدة، فممكن يكون ان الشخص ده هو اللي سرق العجلة دي، هو نفسه اللي سرق العجلة التانية. فده بيبقى تخصصات، تخصص عجل، هو يعني بيلف كل يوم يسرق له عجلة 2 ويروح يبيعهم، ولا شغل ولا اي حاجة. جماعة وطلية، شوية شباب بيشربوا مخدرات، ما تعرف بقى كده عايشين ازاي. هم عايشين على قفا الغير، عايشين على عجلة سرقها من عندك باعها ب500، عجلة سرقها من واحد تاني باعها ب600، بكرة باع عجلة تانية ب500، وهكذا. والدنيا ماشية والعجلة ماشية لحين ما يتم القبض عليهم. يعني احنا بنعمل الفيديوهات دي عشان يعني ممكن يتم التعرف على الشباب ده. وتخلي بالك، يعني عندك عجلة تخلي بالك، مش كون ان انت عاين العجلة في مدخل بيتك معنى كده ان انت في الامان. انت مش قافل البوابة. طبعا بيوت السكان البوابات مفتوحة طول النهار في العماير اللي هي فيها سكان، والبيت ده بالاخص كان فيه سكان كتير، ويعني البوابة مفتوحة طول النهار، اللي طالع واللي داخل. مش هينفع بقى يقفلوا البوابة وكل واحد، لكن هو ده الصح يا جماعة، ان كل ساكن ياخد نسخة من مفتاح البوابة، واللي طالع يفتح ويقفل وراه وهكذا. لكن ان انت تسيب بوابة بيتك مفتوحة بالمنظر ده، انت معرض للسرقة، وممكن يطلع شقة الاولى او الشقة التانية او يطلع على السطح، لا بقى اي حاجة على السطح ياخدها، لا اي حاجة في الدور الاولاني. قدر يفتح باب شقة من الابواب الشقق، ممكن يفتح ويخش يسرق بقى ذهب فلوس، اللي يلاقيه قدامه هياخده يسرقه. فمن هنا احنا بنوعي الناس، كل واحد عنده عجلة تخلي بالك كويس. في قفال يا جماعة، حاجات رخيصة يعني ما تستبعدش اي حاجة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة وفيديوهات جديدة على قناة حياتنا اليوم، وشكرا لكم والى اللقاء.